لو انت مدير وما تعرفش يعني ايه اس بي اي موديل او اس بي اي فريم ورك، فانت فايتك جزء مهم جدا لازم تتعلمه وتتقنه وتبقى احترافي فيه. اس بي اي موديل هو موديل من موديلز اللي تقدر تدي بيها فيدباك واضح للتيم بتاعك، للناس اللي شغاله معاك. خلينا نعترف ان الفيدباك هو وسيلتك الوحيده انك تحسن الناس اللي شغاله معاك، وفي نفس الوقت هي الحاجه اللي فعلا اي حد شغال معاك وعايز يكبر بيكون منتظرها منك. فعشان كده الفيدباك لازم نتعلم نديه للناس اللي شغاله معانا كويس. مبدئيا الفيدباك لازم يكون حاجه انت بتعملها بصوره ديلي، سواء فيدباك بوزيتيف في بعض الاوقات وفيدباك نيجاتيف في اوقات تانية، والاثنين بنفس القدر من الاهميه. ولكن كلمه انت وحش ده مش فيدباك، وكلمه انت حلو ده مش فيدباك. الفيدباك بيتم باس بي اي موديل. اس فور سيتويشن. انت محتاج اول حاجه تحدد السيتويشن معين اللي انت هتدي عنه فيدباك، سواء بوزيتيف او نيجاتيف. امبارح يا فلان وانا وانت قاعدين مع بعض وكنا مستنيين العميل يجي، ده سيتويشن. زين هيجي حرف البي فور بيهيفير. على فكره اول ما العميل جه ده انت بدات تقطعه كتير جدا، فهنا البي فور بيهيفير سلوك معين هو عمله. الاي فور الامباكت. كتر مقاطعتك ليه ده امبارح خلانا للاسف ما نعرفش النيد الاساسيه بتاعته، وبالتالي ما عرفناش نبيع له. فانت هنا عرضت عليه الموقف، السلوك، النتيجه اللي حصلت، وبالتالي انت اديت له فرصه ان هو يصلح من نفسه في السيتويشن اللي جاي.